عليكم ومرحبا بكم في قناة راف ستارز. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم حبيت نشارك معكم كسكسو بالسميده، مفتول وبصبع خضاري. وكنتمنى الفيديو اللي غنقدم لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كانوا تواصلوا معايا بعض الاخوات في الانستغرام وهما اللي بغاوني انني ندير معاهم كسكسو بالسميده، لانه ما ملي كيجيو يفتلوا السميده ما كتخرجش لهم ديك الحبه مفركه، يعني بحال كيتعجل لهم واحد شويه. وكنتمنى الفيديو اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والتعليق ديالكم الزوينين. وكنقول لكم كنبغيكم بزاف، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. ونبداو في التحضير ديال الكسكسو ديالنا. شوفوا كيفاش جا غزال يا البنات، كيحمق والمريقه خاطره. المهم نبداو التحضير ديال الكسكسو ديالنا. كناخدو كوكوط وكنوضعو فيها واحد كاس ديال الزيت. بالنسبه لكاس الزيت ما يكونش كبير، غير كاس صغير. وغادي نضع اللحيمات. هنا عندي واحد شويه ديال اللحم، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال السمن. كسكسو كيبغي السمن البنات، ضروري ديروا سمينه. وغادي نضيف واحد البصله اللي عندي كبيره وطحنتها، وتقدري تشلضيها. انا هنايا طحنتها في هاد الخلاط هذا وصافي. وغادي نضيف البهارات اللي كتكون معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نضيف واحد الساشيه ديال الملون، تيبقى اختياري، تقدري تضيفيه او لا باش يعطيني واحد اللون. وضفت كذلك معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وواحد دامتي كنور ديال البقري، حيت هنا دايره الحيمات ديال البقري غنسم بها كذلك. صافي. وغادي نخلي هاد الحيمات يتشحروا ودخل فيهم الاقامه. صافي غنخليها على جنب. غادي ناخذ مطيشه. هنا انا عندي هاد مطيشه صغيره، خديت غير هاد الكميه. بالنسبه لما عندكمش هاد المطيشه ديروا جوج مطيشات محكوكين، ولا تقدري تطحنيهم في هاد الخلاط هكا على هاد الشكل هكا. انا هنايا ما غاديش نصفيها، غادي نضيفها للخليط ديالي غير بالقشور ديالها، ولكن راه ما تيبقاوش باينين دوك القشيرات، كيعطيو واحد اللون زوين. صافي. هنا ضفت مطيشه كيف كتشوفوا، راه ما صفيتهاش وما تيبقاوش باينين بصفه نهائيه. فهاد الاثناء هادي غادي نضيف ليها واحد جوج كيسان ديال الماء، وغادي نسد الكوكوس ديالنا ونخليو اللحم يطيب واحد نص طيبه، لان اللحم غنسدو عليه في كوكوس وكسكسو غنطيبوه بوحدو. دونك من الافضل نسدو عليه يطيب اللحم واحد نص طيبه. هنايا كناخذ نص كيلو ديال السميده ديال الكسكسو. صافي وضعتها هنايا في القصريه. من بعد خديت واحد جوج معالق كبارين ديال الزيت. صافي. وبديت كنمسبس هاد الكسكسو ديالي على هاد الشكل، كنفتلو بهاد الطريقه. نحاول ان الزيت كامل يدخل ليا في الكسكسو. من بعد غادي ناخذ كسكاس وغادي نوضعو فيه، وغادي ناخذ واحد البرمه نضع فيها الماء، وغادي ندير فيها واحد شويه واحد الطريف ديال الحامض غير باش ما تزرقش ليا البرمه ديالي. انا كندير هاد الطريقه ملي تكون مزروبه باش دغيا كيطيب ليا كسكسو، ما ياخذش ليا وقت طويل. صافي غنشعل عليه البوطه وغنخليه حتى يبان لينا طلع داك الباخ في كسكسو مزيان. صافي. من بعد ما طلع هذا البخار مزيان في كسكسو، غادي نوضعو في قصريه كيف كتشوفوا. هاد الكسكسو راه دغيا كيطيب البنات، سورتو الا كنتي مزروبه راه بهاد الطريقه راه دغيا وكيجي رائع وبنين. هنايا غنبداو نفتلو السميده. غادي نوضع واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الفورص، وغادي نبدا نفتل الكسكسو على هاد الطريقه هادي. هنايا هاد الكسكسو بهاد الطريقه هادي راه ساهل، وكتجي الحبه مفركه على اختها. وحتى الحبه ديال الكسكسو كتغل ديال السميده عفوا كتغلاض، ما كتبقاش رقيقه. صافي. غادي ناخذ واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نبدا نفتل السميده ديالي على هذا الشكل. وغادي نخليه واحد شويه بين ما شرب داك الماء اللي فيه، عاد غادي نوضعها في الكسكاس.
صافي غنخليه على جنب. هانتوما شوفوا انا قربت لكم الكاميرا، شوفوا كيفاش جات الحبه مفركه على اختها، وكتجي حتى الحبه ديال السميده كتبدا تغلاض، ما كتبقاش رقيقه وما كتعجنش لينا. ما كنحتاجو لا نغربلوه ولا حتى شي حاجه. بنفس الطريقه غادي نعاود نوضعو في الكسكاس، وغادي نردو نخليه يطيب حتى يطلع البخار مزيان مزيان. صافي غادي نوضعو فوق البرمه وغادي نخليه يطيب. هنايا في هاد الاثناء هادي ها هي عاوتاني ها هو طاب لينا. غادي نعاود نفتلو ونزيد فيه واحد شويه ديال الملحه، وغادي نعاود نفتلو باش الحبه ديال السميده كتغلاض ليا. انا علاش كتضيفي الطحين؟ باش الحبه ما تعجنش لينا السميده، وتتبقى تتولي حتى الحبه ديال السميده تولي غليظه. سمحوا لي راه صوتي باقي عيانه واحد شي شويه. صافي وغادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء، وغادي نبدا نبسبس بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، وغادي نوضعو جانبا. نخلي حتى هاد السميده تشرب ليا الماء، عاد نديرو ايفور. بالنسبه للكسكسو راه تنفوروه 3 ديال التصفيرات. بالنسبه 3 تصفيرات راه كافيه تيكون طاب لينا. السميده ديالنا كتكون طابت. شوفوا كيفاش جات الحبه مفركه على اختها. وصافي نردو الكسكاس نخليه يفور. في هاد الاثناء هادي غادي نمشي نحل على الكسكس ديالي. غيكون اللحم، ها هو اللحم هنايا راه طاب ليا واحد نص طيبه. غادي نضيف واحد 2 كيسان ديال الماء، وغادي نضيف الحمص، وغادي نضيف واحد المعدنوس، ربيطه المعدنوس واحد شويه، وغنوضعوه في الجنب باش الا بغيت نزولو نحيدو. وضفت الفول، وغادي نضيف كذلك الليشو، وغادي نضيف اللفت. غادي نديرو الخضره اللي كتشد لينا الطياب هي الاولى، وغادي نضيف خيزو. صافي ومن بعد غادي نسد عليها نخليها حتى نحس بها دخلها الطياب وطابت. من بعد ما نحسو بها دخلها الطياب وطابت، سيرتو اللي شو اللفت راه تياخذ لنا شويه الوقت. غادي نضيف بودنجاله قسمتها على 2، وشويه القرعه خضراء، وشويه القرعه حمراء، وبطاطس. انا درت بطاطا حيت ولادي كيبغيو البطاطا، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. وصافي بحال هذا الشكل هكا. وغادي نضيف ليهم واحد شويه الملح باش تجينا الخضره ما تجيناش باسله. نديرها غير من الفوق ديال الخضره، ما نديرهاش في المرق. وغادي نضيف واحد شويه ديال البزار من الفوق. صافي وغادي نسد عليها. ومن بعد ما غادي طيب ليا هاد الخضيره هادي، هاك السيكسو ديالي واجد، يعني ما كياخذش لينا واحد الوقت اللي طويل. وشوف كيفاش جات المريقه، جات خاطره يا سلام. في هاد الاثناء هادي درت التفويره الثالثه هي طابت ليا. صافي حطيته في القصريه، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال السمن، وغادي نحاول نفتلو كامل باش تدخل داك السمينه في كسكسو. كيف كتشوفوا انا درت تقريبا هنايا ماشي حتى معلقه، درت غير نص معلقه، لان السمن دايره على يديا مجهد بزاف. وبالنسبه لك كنتي شاريه من الحانوت ديري معلقه صغيره، لان تيكونش مجهد بزاف. صافي نحاول نوزع كسكسو على هذا الشكل. نقص واحد شويه حيت عزيز عليا ندير سايكوك منين نسالي كسكسو، كنبغي ندير سايكوك باللبن. وصافي كنسرحو على هذا الشكل. والخضيره ديالي راه طابت ليا، وعزلتها في الجنب فواحد الطبيصيل باش نقدموه، باش يجينا داكشي مستف ومقاد على حقه وطريقه. اهم حاجه هو هذاك الكسكسو كيطيب بسرعه وزوين وكيجي خاطر يا سلام. صافي غادي نوضع الحيمات. كتشوفوا داك المعدنوس راه ما حيدتوش، كيعطي واحد اللذه رائعه في الكسكسو. صافي غادي نضيفو هنايا ليشو فوق الحيمات. وبالنسبه للتقديم راه تيكون اختياري، كل واحد كيتقدم بالطريقه اللي بغا. هنا غنحط اللفت انا ما كنبغيش ندير الخضره اللي تكون كبيره بزاف، لان الصراحه كتجي شويه باسله. الخضره ملي كتكون صغيره كتكون طريه. صافي غادي نبدا كتستفي الخضره بالطريقه اللي بغيتي نتيا. هنايا كيف كتشوفوا غادي وضعت
كورجيت وحطيت خيزو في الجنبات على هذا الشكل وصافي. وغادي نضيف بودنجال. واخا ديروا بودنجال ما تخافوش منه، راه ما كيطلقش الزروقه، راه شي مريقه راه جات حمراء وخاطره يا سلامه البنات. صافي وكنوضع هذا القرعه حمراء، وضفت واحد شويه ديال البطاطا. وهنايا بالنسبه للحمص والفول حطيتهم في الجنبات. كسكسو بالصباح خضاري، والله الا ما شهيتكم فيه، جا غزال غزال ورائع، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم. صافي وغادي نبدا نسكي كسكسو. شوفوا المريقه كيفاش جات خاطره وبنينه يا البنات. واخا درت بودنجال راه ما كايناش داك الزروقه ديال البودنجال، كاين اللي كيخاف ما كيبغيش يديرو تيقولها تخسر ليا المرقه، ولكن لا، كتبقى المرقه مزيانه. ايوا هنايا وصلنا لنهايه الفيديو، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى الفيديو اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والتعليق ديالكم الزوينين. ولي لايك البنات عافاكم، الله يجزيكم بخير، شجعوني. وهنا بالنسبه للفلفله راه كنديرها انا، يمكن نديرهاش مع المرقه، منيت كنديرها مع كسكسو، وسط كسكسو باش طيب ليا، كنخاف نديرها حيت تقدري ديريها في المرقه وتطرطق ليك ويجي كسكسو كله حار. دونك انا اش كندير، راه كيشوفوا راه فيه بقايا ديال الكسكسو، كان ملي كنكون كنفور كسكسو كنديرها وسط الكسكسو كنخليها كطيب. وما سخيتش بكم البنات، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واي فيديو حبيتو نقدمه لكم خليو ليا في التعاليق. باي باي.